كتير ناس بتختار ألوان في غرف النوم ملهاش أي 30 لازمة. النهاردة أنا هعرفك فوائد اختيار الألوان الهادية في غرف النوم. الألوان بتلعب دور مهم جدا في اختلاق البيئة المريحة المناسبة للنوم والاسترخاء، خاصة في غرف النوم. وتعد الألوان الهادئة مثل الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والبنفسجي الفاتح والرمادي والرمادي الفاتح والبيج والألوان المحايدة خيار مثالي جدا لغرف النوم. اولا، معنى الالوان دي ان هي بتعمل ايه في غرف النوم؟ اول حاجه بتعملها الالوان الهاديه والكلام اللي انا قلت لك عليه ده تعزيز الاسترخاء للنوم، لان دي غرفه نوم. الالوان البارده مثل الازرق والاخضر والبنفسجي، طبعا كل الكلام ده الفاتح، تهدي الجهاز العصبي وتساعد على الاسترخاء والنوم بشكل افضل. الكلام ده نفسي. الالوان المحايده زي ايه؟ احنا اتكلمنا في فيديو كده عن الالوان المحايده، اتمنى انك انت ترجع له. مثل الرمادي الفاتح والبيج والجراي، بتعطي شعور بالراحه والهدوء ولا تثير اي مشاعر قويه ونفاذه. تمام. اتنين، خلق شعور بالفسحه، يعني الفسحه والسرور. تساعد الالوان الهاديه خاصه الفاتحه على جعل الغرفه تبدو اكثر اتساعا، مما يعطي شعورا بالراحه والهدوء. ثلاثة، تحسين جودة النوم، ودي احنا قلناها قبل كده. أظهرت الدراسات أن النوم في غرفة ذات ألوان هادية يحسن من جودة النوم ويقلل من مدة الاستيقاظ خلال الليل والقلق. أربعة، تعزيز الشعور بالهدوء والسكينة. تساعد الألوان الهادية على خلق جو هادئ ومريح للنفس في غرفة النوم، مما يساعد على الشعور بالهدوء والسكينة. تنسيق الألوان بسهولة، يعني الألوان الخفيفة، الألوان اللي هي تتناسق مع بعضها. هنعمل برضو فيديو بيتكلم على الألوان اللي هي بتتناسق مع بعضها والألوان اللي تتماشى مع بعضها. تعتبر الألوان الهادية سهلة التنسيق، يعني بتظبطها مع بعضها بكل سهولة ويسر، مع اختلاف الألوان والأساس طبعا، مما يتيح لك حرية أكبر في التصميم للديكور وتوسيع الغرفة. يعني الغرفة أنت مش هتوسع حيطانها، ولكن هتدي إحساس باتساع الغرفة. يعني مثلا هديك أمثلة دلوقتي، وشوف الصور اللي قدامك أمثلة على الألوان الهادئة المناسبة لغرفة النوم. الأزرق مثلا، الأزرق الفاتح مثلا، يذكرنا باللون السماء الصافية ويعزز الشعور بالهدوء والسكينة. يعني لو أنت قاعد كده وباصص لفوق على السماء والسماء صافية، أنت كده كده هيحصل لك استرخاء طبيعي. والألوان غرف النوم دايما حاول تخليها من ألوان الطبيعة. الأخضر طبعا، الأخضر لون برضو طبيعي. المنت جرين يمثل الطبيعة ويبعث الشعور بالانتعاش والاسترخاء. لو انت قاعد في حديقة كده هتلاقي نفسك انت مرتاح نفسيا. اللون الرمادي، لون الجري، لون محايد ويضيف شعور بالهدوء والراحة، تحس ان مفيش دوشة، فيلم ابيض واسود، يعني حاجة كده مفيهاش دوشة كتير. والبيج طبعا والالوان المحايدة كلها، والبيج من الالوان الدافية، بيعطي شعور بالدفء والراحة. ودي أمثلة على الألوان اللي أنت بتدور عليها. والأرجواني الفاتح لون هادئ، يضيف شعور برضو بالرومانسية والاسترخاء، ودرجاته كلها يعتبر برضو من الألوان الكويسة جدا. جرب استخدم درجتين أو ثلاثة أو 3 درجات من نفس اللون لخلق المزيد من العمق والاهتمام في الغرفة. استخدم الألوان الهادية على الجدران والسقف، مع إضافة لمسات من الألوان الداكنة أو الزاهية على الأساس أو الإكسسوارات. طبعا عايزين فيديو هنتكلم على الإكسسوارات والحاجات دي كلها مع الوقت. تأكد من حصول الغرفة على إضاءة كافية، ما تبقاش أنت عامل يعني إضاءة كده مش اللي هي الورم ولا الكلام ده، لا ما أقصدش ده، أقصد الإضاءة هي فعلا إضاءة بس هادية خالص تموت الدنيا، عشان تساعد الإضاءة الجيدة على إبراز جمال الغرفة والألوان الهادية. جرب استخدام ورق الحائط برضو في الغرفة أو اللوحات الفنية لإضافة لمسة من النقوش والألوان إلى الغرفة. تعد الألوان الهادية، يعني آخر حاجة كده عشان نلم الفيديو على السريع، تعد الألوان الهادية خيارا مثاليا لخلق بيئة مريحة ومناسبة للنوم والاسترخاء في غرف النوم. ملاحظة أخيرة: تأكد من اختيار الألوان التي تحبها وتشعر بها بالراحة، بعيدا عن كل الكلام اللي أنا قلته.
فالألوان لها تأثير نفسي كبير. ولو عايز فيديو خاص بكل لون وتأثيره على النفس ممكن نعمل فيديو يشرح الكلام ده كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشان تعرف كل جديد ما تنساش المتابعة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.